السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم غادي نعاود لكم قصتي اللي فيها بزاف ديال العبر. عانيت وطحت في مشكل كبير بسبب الطيش ديالي. انا اسمي مريم. قصتي غتبدا فاش شديت الباك بنقطه مزيانه. كنت كنقرا مزيان، كنت مجتهده، كنجي انا الاولى في القسم حتى لدابا مزيان. بابا وماما فخورين بيا. مشيت نكمل قرايتي في المدينه. بعد ما سالت العطله الصيفيه هبط معايا بابا للمدينه وراه قال لي صوالحي كاملين، كرالي مع شي د البنات حتى هما كيقراو. ديك الساعه مشى بحالو للجبل. انا بقيت بوحدي في المدينه. حسيت انا مسؤوله على راسي. تعرفت على البنات اللي كانوا ساكنين معايا في نفس الدار. تعرفنا عليهم حقاش انا اصلا اجتماعيه، دغيا كندير بلاصتي. هدرنا وضحكنا وتعرفت عليهم مزيان، عرفت كل وحده مين ما جا. صافي حنا هما 3 البنات وانا الرابعه. كرينا الدار مجموعين، دار وحده كريناها ب4 بينا، كل واحد كيخلص جطو. بديت كنداوم في الليسي. كل نهار كنتعرف على ناس جداد وكنتعرف على اصدقاء جداد. تعرفت على واحد الكليكه فيها بنات وولاد. تعرفت عليهم، ضحكنا وكنت كنسى الدنيا فاش كنكون معاهم. ما كنحس انا بوحدي في هاد المدينه. صعيب تكون في جو اسري وترجع بوحدك. كنحس براسي معاهم ماشي بوحدي. هذا هو الغلط اللي درت. كون بقيت بوحدي وما يوقع ليش هادشي اللي وقع لي. الكليكه اللي كنت معاها دايرين جروب في الواتساب، كنضحكوا فيه. عمرنا جبدنا الحس القرايه فيه. بقينا هكاك مده تقريبا شهر. رجعنا صحبه. ما كاين لك غير الضحك وتقشاب والنشاط. نسيت راسي علاش جيت انا لهنا. اهملت قرايتي بزاف وانا ما جايبه اخبار للدنيا، عايشه الحياه. واحد النهار عيطت لي صاحبتي معانا حتى هي في الكليكه. قالت لي تخرجي معايا اليوم. قلت لها لين؟ قالت لي خارجه مع صاحبي متصاحبه معاه، يلا تخرجي معايا، راه حتى صاحبو غادي يكون منها تعرفوا على بعضياتكم. انا قبلت نخرج معاها ويا ليتني ما قبلتش. مشينا تلاقينا بهم، كانوا دراري كبار علينا. جلست مع ديك الدري، صاحبتي مشات مع صاحبها وانا جلست مع ديك الدري اللي جا مع صاحبها. جلسنا وتحدثنا وجبدنا مواضيع وتعرفنا على بعضياتنا وتبادلنا النوامر. بقينا كنهضروا هكاك في الواتساب حتى تطورت العلاقه ديالنا. وليت كنبغيه، اياه في هاد الظرف الصغير وليت كنبغيه. ما تديوش عليا، انا باقا صغيره وطايشه. نكمل لكم قصتي. ما كنت كنعرف شنو هو الحب، ما كنسمع الناس كيدويو به. قلت انا كنبغيه ولكن كنت غلطه. صافي ظنيت انني كنبغيه. كنتلاقاو وكنخرجوا، كيقول لي غنخطبك وكيدوخني بالكلام الحلو. طيحني البنات. كنفيق على صورته وكنعس على صورته. صعيب تكون شي بنت في المراهقه وتطيح في هذا المشكل هذا. بقينا هكاك مدة 4 شهور.
مدة 4 شهور وانا كنعرفو. بابا كيصيفط لي الفلوس ومره كيزورني. واحد النهار عيط لي قال لي نتلاقاو. تلاقينا جلسنا جنب البحر، واحد البلاصه خاويه داني ليها. كنا اول مره غادي نمشيو ليها. بدا كيتلمس فيا وانا عجبني الحال. اول مره شي واحد يقيس فيا. بقى هكاك وهو كيقول لي في كلام الحلو. ما عرفتش كيفاش وقع حتى سلمت راسي. البنات سلمت راسي. استحليت اللحظة، ما فكرتش في العواقب. فاش وعيت خفت وقلت له شنو هادشي درنا، وبديت كنبكي. عنقني عنده قال لي ما تخافيش، انا غادي نتزوج بيك. وانا الهبيله تيقتو ورجعت بحالي للدار. دوشت وتعشيت وصونيت له ما كيجاوبش. عاود صونيت له ما كيجاوبش. قلت يقدر يكون عنده التليفون مطفي ولا يكون وقع له شي حاجه، عنده شي خدمه ولا شي بحال هكا. كنقنع راسي. فقت في الصباح كنصوني له عاود ما كيجاوبش. مشيت للليسي تلاقيت صاحبتي سقسيت عليه. قالت لي ما كنعرفوش انا اصلا، غد لقيتو مع صاحبي. قلت لها ما تسقسيليش صاحبك عليه. قالت لي فين هو صاحبي، تفرقنا شحال هادي، مشى للسبليون وخلاني. ايه غيديها فيا انا. صبرتني الدوخه البنات. ما استوعبتش انه ضحك عليا، خدا لي شرفي. ما عرفش باش تبليت. ديك الايامات كنت مرفوعه، كنفكر غير في الحريره اللي طحت فيها. ديك الايامات نيت كانوا عندي الامتحانات، ما عرفتش كيفاش دوزت ديك الامتحانات. كنت مرفوعه ما كنت قادة نفكر. من بعد شهرين على ديك الحال اكتشفت انني حامله. هاي البنات حامله. ما تخيلوش الحاله اللي وصلت ليها. مرمرت الشرف د عائلتي للارض. دخلت في اكتئاب، ما عرفت شنو ندير. الا تقول لي الخبر عائلتي غادي يقتلوني بلا شك. ما عرفت شنو غندير. تدمرت ودمرت راسي بيدي. جاني خبر بانني سقطت البنات، سقطت. حتى في قرايتي ما درت والو. الله يا ربي الله، انا تدمرت. اش غنقول لعائلتي؟ كرشي غادي تبدا تبان. شنو غادي نقول لهم؟ نتوما سرتوني للمدينه وانا سقطت. ودابا سالات القرايه غادي نهبط للبلاد، شنو غندير؟ غيعيطوا لي يقولوا لي شنو درتي في القرايه؟ غنقول لهم سقطت وانا كنت كنجيب معدل زوين. فين غندير وجهي؟ فين؟ طلعت للسطح وانا ناويه ندير حد لحياتي، حقاش ما نقدرش نواجه بابا وماما وعائلتي اللي داروا فيا الثقه. طلعت مريم من السطح ودارت حد لحياتها. مريم انتحرت هي والبيبي اللي في كرشها. خافت من عائلتها فاش ساقت الخبر شنو وقع ليها. باباها جاه انهيار عصبي وتشل المسكين، والام ديالها
مشوية على كبتها اللي دارت حد لحياتها وما حينتها لراجلها اللي رجع أسير في الفراش بصدمة بنته الوحيدة. هذا هي قصة مريم اللي حدت حياتها بسبب غلطة، بوهم أنني غادي نتزوجك، الغلطة اللي كيطيحوا فيها بزاف ديال البنات. نصيحة مني يا خودي، لا تبقاوش تيقوا، الثقة ما تديروش حتى في الناس اللي قرابين ليكم، ما بقاو لا صحاب لا حباب لا حتى حاجه. ثقوا في راسكم وحاولوا ما ديروش اخطاء اللي يديو بكم للهاويه. السلام عليكم، كانت معكم اختكم وحبيبتكم ام عمران. السلام عليكم، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.